أهلا وسهلا بيكم يا أصدقاء في رحلة جديدة ومهمة جدا مع كتاب هيغير حياتكم. الكتاب ده اسمه قوة عقلك الباطن للدكتور جوزيف مورفي. ويمكن الاسم يبان علمي شوية، بس صدقوني اللي هتسمعوه تعرفوا جوه الكتاب ده حقيقي، وهتلاقوه بيحصل حواليكم كل يوم. تخيلوا كده إن جوه كل واحد فينا قوة خارقة، كنز مش بيخلص بنقدر بيه نحقق أي حاجة بنحلم بيها. سواء كنت عايز تنجح في دراستك، في شغلك، تحسن صحتك، تلاقي شريك حياتك المناسب، أو حتى تتخلص من أي مشكلة بتواجهها، الكنز ده هو عقلك الباطن. الكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لأ ده فيه أسرار وقصص حقيقية لناس طبقوا اللي فيه وغيروا حياتهم. هتتعلموا ازاي تتحكموا في القوة دي وازاي تخليها تشتغل لصالحكم، بدل ما تكون بتشتغل ضدكم وانتوا مش واخدين بالكم. جهزوا نفسكم لرحلة استكشاف ممتعة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم يا أصدقاء في رحلتنا المثيرة لاكتشاف أسرار كتاب قوة عقلك الباطن للدكتور جوزيف مورفي. في الجزء اللي فات عملنا مقدمة سريعة وعرفنا قد إيه الكتاب ده مهم وممكن يغير حياتنا كلها، والنهاردة هندخل على طول في صلب الموضوع في أول فصل من الكتاب واللي اسمه الكنز اللي جواك. الاسم ده لوحده كفيل إنه يحمسنا. الكنز اللي جواك، يا ترى إيه هو الكنز ده؟ وإزاي الكاتب بيبدأ رحلتنا بيه؟ ده اللي هنعرفه سوا دلوقتي. جهزوا نفسكم لمجموعة من الأفكار اللي ممكن تسمعوها لأول مرة، أو يمكن كنتوا بتحسوا بيها بس مش عارفين تفسيرها العلمي أو النفسي. أفكار هتخليكم تشوفوا نفسكم والعالم اللي حواليكم بطريقة مختلفة تماما. يلا بينا. في بداية الفصل الأول الدكتور ميرفي بيشد انتباهنا وبيقول لنا جملة خطيرة: الكنز اللي بتدور عليه موجود جواك. تخيلوا معايا كده إن كل واحد فينا جواه مكان سري، مكان مليان ذهب ومجوهرات، مليان قدرات خارقة، مليان حلول لكل مشاكله وكل اللي بنحلم بيه. المشكلة إن أغلبنا مش عارفين المكان ده، أو حتى مش عارفين نستخدمه إزاي. طيب إيه هو الكنز ده بالظبط؟ الكاتب بيوضح إنه عقلك الباطن. بالظبط كده، عقلك الباطن اللي ساعات بننساه وساعات ما بناخدش بالنا من قوته. هو ده المصدر الحقيقي لكل قوة، إبداع، وشفاء، ولكل رزق في حياتك. الكاتب بيقول إن عقلك الباطن عنده القدرة المطلقة على حل أي مشكلة بتواجهك، أي أزمة، أي حيرة، أي تحدي، الإجابة موجودة جواه. هو زي المهندس العبقري اللي يقدر يبني لك أي حاجة تتخيلها. لو عندك سؤال حيرك سنين أو مشكلة مستعصية، عقلك الباطن ده ممكن يجيب لك الإجابة وإنت نايم أو وإنت بتعمل أي حاجة تانية خالص. تعالوا نفهم ده بمثال بسيط من واقعنا. تخيل إنك كنت بتفكر في اسم هدية لصديقك المقرب، وفضلت طول اليوم تحاول تفتكر الاسم وما قدرتش. سبت الموضوع وبعد ساعتين أو حتى تاني يوم الصبح وإنت بتشرب الشاي، فجأة الاسم نط في دماغك. إيه اللي حصل؟ عقلك الواعي اللي كان بيجهد نفسه في التفكير وقتها استسلم، لكن عقلك الباطن كان بيشتغل في الخلفية، بيفتش في كل الذاكرة لحد ما لقى الاسم وجابهولك على طبق من ذهب. ده مثال بسيط على قوة عقلك الباطن في الوصول للمعلومات وحل المشكلات. الدكتور ميرفي بيرجع يأكد على نقطة مهمة جدا، وهي إن عقلك الباطن ده طبيب جواك. إزاي الكلام ده؟ الدكتور بيحكي قصص كتيرة عن ناس كانوا بيعانوا من أمراض مزمنة، ودكاترة كتير عجزوا عن علاجهم، ولما اكتشفوا قوة عقلهم الباطن وبدأوا يتخيلوا نفسهم بصحة كويسة ويؤمنوا بقدرة جسمهم على الشفاء الذاتي، عقلهم الباطن بدأ يشتغل كأن في فريق طبي كامل. ولما اكتشفوا قوة عقلهم الباطن وبدأوا يتخيلوا نفسهم بصحة كويسة ويؤمنوا بقدرة جسمهم على الشفاء الذاتي، عقلهم الباطن بدأ يشتغل كأن في فريق طبي كامل بيصلح كل حاجة بايظة في الجسم لحد ما صحتهم اتحسنت بشكل مدهش. فكرة العين بتاكل أو اللي بتفكر فيه بيجيلك اللي بنسمعها كتير في أمثالنا الشعبية ليها أساس عميق في فلسفة الكتاب ده. عقلك الباطن بيترجم أفكارك ومشاعرك لواقع، هو ما يعرفش يفرق بين الحقيقة والخيال. لو فضلت تفكر في حاجة وحشة أو تتخيل إنك هتعيشها أو هتفشل، أو تتخيل إنك هتعيا أو هتفشل، هو هيصدق ده وهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحقق الفكرة دي في حياتك. لكن بقى الخبر الكويس والمهم هنا، نفس القوة دي ممكن تستخدمها لجذب أي حاجة كويسة عايزها.
لو مركز على النجاح، الصحة، الحب، الفلوس، عقلك الباطن هيشتغل بنفس الطريقة علشان يجيبلك الحاجات دي. الكاتب كمان بيقول إن عقلك الباطن هو المسؤول عن كل الوظائف اللي بتحصل في جسمك من غير ما تحس بيها. ضربات قلبك، تنفسك، هضم الأكل، كل ده بيتم بفضل القوة الخفية دي. ولأنه هو اللي بيتحكم في كل ده، فهو كمان عنده القدرة على تحقيق أي شيء تاني في حياتك. هو كنز متجدد، كل ما بتطلب منه حاجة بيجيبها لك. الميزة اللي بتميز الكنز ده إنه متاح لكل الناس، مش مخصوص للأغنياء ولا للناس المتعلمة ولا لأصحاب السلطة. لأ، دي قوة موجودة جوا كل واحد فينا، من أول الطفل الصغير لحد أكبر واحد في السن. كل المطلوب إننا نتعلم إزاي نستخدمها صح وإزاي نوصل لها أوامر واضحة. وبكده نكون وصلنا لنهاية أول فصل من كتاب قوة عقلك الباطن، فصل مليان رسائل قوية ومهمة تستاهل إننا نقف عندها ونفكر فيها بجد. عشان نلخص كل اللي قلناه ونثبت الأفكار دي في دماغنا، أهم حاجة نفهمها إن أي حاجة حلوة بنتمناها، أي نجاح، شفاء، رزق، موجود جوه عقلك الباطن. ابحث جواه، هو ده المكان اللي هتلاقي فيه استجابة لكل رغبة عندك، مش محتاج تدور بعيد. تخيلوا كده إن العقل العظيم اللي كان عند العلماء والعباقرة اللي غيروا التاريخ زي أينشتاين مثلا، القدرة دي موجودة جواك أنت كمان. هما بس عرفوا يتواصلوا مع القوة دي ويطلقوا العنان لعقلهم الباطن. يعني لو قدروا يعملوا كده، أنت كمان تقدر. أي مشكلة بتواجهك مهما كانت صعبة، الحل بتاعها موجود عند عقلك الباطن. كل اللي عليك إنك تدي أمر واضح وصريح لعقلك الباطن. زي ما بيقول الكتاب، لو نويت مثلا تصحى الساعة 6:30 الصبح وطلبت ده بجد من عقلك الباطن، هتلاقيه صحاك بالظبط في الوقت ده. هو قادر على حل أي معضلة. كمان عقلك الباطن ده هو المسؤول عن كل أعضاء جسمك وعن صحتك. لو فضلت تتخيل إن صحتك ممتازة وتؤمن بده إيمان كامل، عقلك الباطن هيسمع الكلام ده وهيبدأ يشتغل عشان صحتك تبقى أحسن وأحسن. هو خادم أمين ومطيع جدا لأوامرك. أي فكرة بتيجي في بالك سواء كانت كويسة أو وحشة ليها تأثير. لو عايز تكتب كتاب أو توصل رسالة معينة للناس، لازم الفكرة دي تتنقل من عقلك الواعي لعقلك الباطن عشان تتحقق. عقلك الباطن بيستقبل الأوامر دي وبيبدأ يشتغل عليها عشان تشوفها واقع. افتكر دايما مثال ربان السفينة والبحار. عقلك الواعي هو القبطان اللي بيدي الأوامر، وعقلك الباطن هو البحار اللي بينفذ. مهم جدا إن الأوامر اللي بتديها للقبطان تكون صحيحة وإيجابية عشان البحار ينفذها صح. حاجة كمان مهمة قوي، اوعى تستخدم كلمات زي ما اقدرش اعمل كده او انا مش معايا فلوس كافية. عقلك الباطن بيصدق كل كلمة بتقولها. لما تقول ما اقدرش، هو بيقوم بتنفيذ الامر ده. بدل كده قول لنفسك بثقة، أنا أقدر أعمل كل حاجة بقوة عقلي الباطن اللي جوايا. شوف إزاي الكلام ده هيغير إحساسك ونتائجك. حياتك كلها ماشية بقانون واحد، قانون الإيمان والاعتقاد. اللي بتؤمن بيه في عقلك هو ده اللي بيحصل. لو مؤمن إن في ضرر هيجيلك، عقلك الباطن هيجيبلك الضرر ده. قوته بتشتغل طبقا لاعتقاداتك. وأخيرا، الرسالة الأقوى والأهم في الفصل ده كله، لو عايز تغير مصيرك، غير أفكارك. الأفكار اللي بتدخلها لعقلك الباطن هي اللي بتشكل مستقبلك. طيب إيه المطلوب مننا دلوقتي؟ إننا نبدأ نراقب أفكارنا كويس قوي، ونعرف إن كل كلمة بنقولها لنفسنا وكل إحساس بنحسه بيتم تسجيله في عقلنا الباطن وهيرجع لنا في شكل واقع. في الفيديوهات الجاية هنعرف إزاي نبرمج عقلنا الباطن ده صح، وإزاي نديله الأوامر الصح اللي توصلنا لأحلامنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بأول فصل من رحلتنا واستفدتوا من كل كلمة فيه. الأفكار دي قوية جدا وممكن تكون بداية تغيير حقيقي في حياتكم. في الفيديو اللي جاي هندخل أعمق وهنشوف إزاي عقلك الباطن ده بيشتغل بالظبط، وإزاي نقدر نوجه قوته المعجزة بشكل عملي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسيبولي في التعليقات إيه أكتر فكرة لفتت انتباهكم في الفصل ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وسيبولي في التعليقات إيه أكتر فكرة لفتت انتباهكم في الفصل ده.